مساء الفن وأهلا بحضراتكم في ليلة فن. دايما معانا حب النجوم، النجوم اللي ليهم تاريخ فني مشرف، ليهم بصمات مهمة جدا في الأعمال الدرامية، سواء سينمائية، تلفزيونية، إذاعية، مسرحية. وكل نجم ليه مشوار، ليه بصمات، ليه دروس، ليه أخلاقيات بيهتم بيها جدا وبيكون حريص عليها جدا في مشواره الفني. الحقيقة نجمنا النهاردة وبطل حلقتنا في ليلة فن بتحل ذكرى رحيله يوم 9 فبراير، واحنا بنحتفي بيه النهاردة، وأيضا من خلاله وتعاونه مع كوكب الشرق أم كلثوم اللي بنحتفي بذكرى رحيلها 50 سنة النهاردة. طبعا معانا ومعاكم رسام الكلمات، مهندس الأغنية، شاعر الحب والرومانسية، موسيقار الكلمات، صانع النجوم. كل دي حقيقة ألقاب هو يستحقها وأكثر كمان. بدأ مشواره الفني في عمر 18 سنة، وسطع معه وساعد في شهرة كتير من المطربين، وتعامل مع كبار النجوم زي العندليب الأسمر، أم كلثوم، فيروز، فريد الأطرش. حقيقة كان له بصمة في مشوار الفني لكل هذا، لكل هؤلاء النجوم أو لكل نجم من هؤلاء النجوم. هنتحدث عن هذا النجم الذي لن ننساه ولن تغيب شمسه أبدا وفنه أبدا، فارس الأغنية، الشاعر الغنائي مرسي جميل عزيز. هو بطل حلقتنا النهاردة في ليلة فن. والحقيقة يعني بنقول زي ما بنقول بنتذكر هذا الفن الراقي الجميل جدا من خلال لقائنا مع ضيفنا اللي برحب بيه نجله طبعا سيادة اللواء مجدي مرسي جميل عزيز. أهلا بيك يا فندم ومنورنا في ليلة فن. اهلا بيك يا مدام عبير، وانا سعيد ان اكون موجود معاكي في ليله فن. أشكرك يا فندم. الله يخليك. طبعا مهما قلنا ومهما اتكلمنا العملاق مرسي جميل عزيز له تاريخ وله كم غنائي ما بين أغنية الرومانسية، الدينية، الوطنية، الشعبية، أغنية العيلة أو الأسرة المصرية. يعني حقيقي معلومات، كم كبير جدا من المعلومات هنقوله خلال حوارنا مع حضرتك. لكن حضرتك طبعا هتذكر موضوعات وتتكلم عن موضوعات يمكن كتير مننا كمشاهدين ما نعرفهاش. في البداية كده قبل ما نتكلم بقى عن مرسي جميل عزيز الفنان العملاق، عايزة أعرف مين مرسي جميل عزيز الأب؟ نتكلم الاول على مرسي جميل عزيز قبل الاب، اللي هو السؤال التقليدي ده. مرسي جميل عزيز هو يعني اهم صفه فيه قبل الاب وقبل اي حاجه المصريه الخالص. الله. يعني انا نفسي عمري ما شفت ولا قابلت ولا قريت على حد اللي مصريته بهذا الشكل. فعلا زي ما قالوا عنه ان هو امتص كيانه كل ذره من تراب مصر. الله. امتص فعلا وقدر بقى من خلال ده ان هو يخرج لنا هذا الفن الرائع اللي هو عبر عن حياتنا كلها بمعالمها باشكالها، عبر عنا من الداخل من الخارج. كان محب جدا للشخصيه المصريه، قدر ان هو يهضمها، يعبر عنها، عبر عن بيئتها، عبر عن مناسباتها القوميه. هنلاقي المصري عنده أصيل. أصيل. المصري أصيل. هتلاقي حتى في أغانيه الشعبية وأغانيه الغزلية هتلاقي ابن البلد اللي هو اللي دمه خفيف الشهم، بنت البلد اللي هي معتزة بنفسها. حتى طبعا الكلام عنه كتير جدا. هنلاقي حتى لو دخلنا هنا بالنسبة الأغاني اللي بيتغزل فيها في يعني عمره ما انتهى ان المرأة عنده فعلا عمرنا ما سمعنا فيه المرأة لفظ عنده مثلا شامخة جارح في وجميلة. الأغاني الرومانسية أو العاطفية. جميلة شامخة.
الاغاني بقى اللي بنتكلم عليها اللي هي قلنا برضو المصريه داخله في ايه؟ اغاني اللي عبر بيها عن الاسره المصريه. ايوه دي يعني مهمه زي ما جدا. قالوا عنه كده، هو اول واحد يدخل في اغانينا كلمه البيت، ودي هو استوحاها من التراث الانجليزي اللي هم سونجز. الاغاني دي هو اللي دخلها. اغاني البيت، كلمه البيت دي ما كانتش موجوده، فدخل تلاقي بيت العز يا بيتنا، يا بيت ابويا منزلتك في عينيا، وسط الخطاب، اغاني البيت، واللي هو خد فيها حياه الاسره المصريه بالكامل بتسلسلها على لسان الفتاه عبر عن المصريه. واقع الاسره المصريه اغاني بقى اللي في هي البيت، الوقت ده. الروابط الاجتماعيه، العلاقات الاسريه، المناسبات، الخطوبه، الافراح. علاوه بقى على اللون الرئيسي بتاعه اللي هو الرومانسيات بقى، اللي هو برع فيها بقى. طبعا طبعا طبعا. طبعا يعني هو تعاون مع كوكب الشرق أم كلثوم، واحنا كنا لسه بنتابع احتفالية بمناسبة ذكراها ال50. هذه العملاقة طبعا. ولحن لها عفوا كتب لها 3 أغاني أجمل من بعض. فات الميعاد، وألف ليلة وليلة، سيرة الحب، سيرة الحب، وسيرة الحب. اوكي. كلمني عن التعاون ده، واحنا عارفين ان كوكب الشرق السيدة أم كلثوم كانت حريصة ودقيقة جدا في اختيار أغانيها من ناحية الشعراء الغنائيين أو الملحنين. ازاي جه التعاون ده؟ جه التعاون ده في حديث هو قايله، وفي حياتها حديث مشهور قوي هو قايله، وقال لك ان ازاي هي اللي كانت بتسعى له، هي اللي بتسعى ليه. طبعا. وحكى قال لك ان هو كان بيتهرب منها كمان اكتر من كده. الكلام ده قاله هو عايشه، يعني العكس، يعني كان كل الشعراء الغنائيين والملحنين حكى يسعوا وقال لأم لحد كلثوم. ما هي زنقته، قالت له انت ايه الحكايه، وقعدنا كذا مره اقعد معاها، وبعد كده ازوغ يعني لحد ما زنقته. قصه هو قايلها، واخد بالك. المهم فقالت له، قال لها انا بعتز بكذا، ان انا ما اشتهرتش من خلال حد، انا الاصوات الجديده كلها اللي هي الكبيره دي كلها طالعين من خلالي انا. فقالت له لا، الكلام ده كان زمان، انما انت خلاص بقيت مرسي جميل عزيز. المهم بدا يكتب لها، هو كتب لها وفي ذهنه مشروع درامي متكامل. لو بصينا ال3 اغاني دول هنلاقيهم كلهم بيكملوا بعض. وهي كانت ايامها لما بدا هو يتعاون معاها كانت بتغنى الحفله بتاعتها 3 وصلات. فتلاقي ال3 دول حتى بيطلق عليهم ايه؟ الثلاثيه الدراميه لمرسي جميل عزيز، اللي هم ال3 أغاني. ألف ليلة وليلة، وفات الميعاد، سيرة الحب، وسيرة الحب. هو بتمثل قصة البداية بتاعت القصة، بداية القصة قصة الحب. وبعدين ألف ليلة الجزء اللي هو الحيوي، القلب. وفات الميعاد لنهاية القصة. كان هو بيقصد انها ممكن تغنيهم ال3 ورا بعض في حفلة واحدة. طبعا هو جه كتب ألف ليلة وليلة في منطقة الوسط، على أساس ان بعد كده هيبدأ يملى المنطقة دي. طبعا القدر ما عملهاش. على فكرة في حاجة مهمة، اتفضل. ان كان في حاجة هو كاتبها لها وما طلعتش. ليه؟ لان هي كانت عارفة ان هو له قصائد شعرية كتيرة، زي بلدي احببتك يا بلدي لمحمد فوزي، سوف احيا الفيروز، ذات ليلى لعبد الحليم، غيره وغيره. انما لما جت هي سمعت كان له هو قصيدة او موشح غناها عبد الحليم وغناها كريم محمود، ده لوحده وده لوحده. اسمه يا ضامين الامس مرجوه الغدي. هي كانت فاكره ان ده من الشعر العربي القديم، او من الموشحات الاندلسيه. فلما عرفت ان هو بتاعه هو، طلبت منه يكتب لها قصيده، انها تغني له قصيده، وكتب لها فعلا هذه القصيده. انما القدر طبعا ما عملهاش. يمهله. علاقه بينهم كانت علاقه رائعه وغير عاديه، وانا حضرت هنا في المبنى ده تسجيل اغانيها، ودي حاله نادره. وشفت ازاي هي كانت بتتعامل معاه ازاي، وعزمته في البيت، وحضرت معاه عزايم غدا عندها. عرفت ان هي كانت بتقدره تقدير غير عادي على مستوى عالي جدا جدا. الله. طيب احنا مخرجينا محضرين لنا ميدلي كده لطيف، مجمع لاجمل اغاني العملاق مرسي جميل عزيز، نستمتع بيه مع المشاهدين. ونرجع نستكمل حوارنا مع ضيفنا. اتفضلوا. عيش الحب وخطيبي حبيبي معايا، بشوش بيقول ويايا، وخطيبي حبيبي معايا، بشوش بيقول ويايا. عارفين سكتنا سوا وحنوصل بيتنا سوا، عارفين سكتنا سوا وحنوصل بيتنا سوا.
وننام ونقوم ونقوم وننام على حب في حب. يا حبايبي وحشتوني تعالوا مطرحكم لسه على حاله. يا حبايبي وحشتوني تعالوا تعالوا مطرحكم لسه على حاله. بستنى يا حلوين يا حبايبي يا غايبين. بستنى يا حلوين يا حبايبي يا غايبين. لو اغمض وافتح لو اغمض وافتح والاقيكم جايين جايين. بستنى يا حلوين يا حبايبي يا غايبين. بستنى يا حلوين يا حبايبي يا غايبين. لو اغمض وافتح لو اغمض وافتح والاقيكم جايين جايين يا حبايبي جايين جايين. حبك نار حبك نار مش عايز اطفيها ولا اخليها دقيقة تفوتني ما احسش بيها. نار يا حبيبي نار يا حبيبي نار صحتني نار خلتني احب الدنيا واعيش لياليها. حبك نار حبك نار مش عايز اطفيها ولا اخليها دقيقة تفوتني ما احسش بيها. نار يا حبيبي نار يا حبيبي نار صحتني نار خلتني احب الدنيا واعيش لياليها. حبك نار والعاشقين دابوا ما دابوا دابوا ما دابوا. طول عمري بقول لا انا قد الشوق وليالي الشوق. لا انا قد الشوق الشوق وليالي الشوق. ولا قلبي قد عذابه عذابه. طول عمري بقول لا انا قد الشوق وليالي الشوق. لا انا قد الشوق وليالي الشوق. ولا قلبي قد عذابه عذابه. وقابلتك انت لقيتك بتغير كل حياتي. معرفش ازاي حبيت معرفش ازاي يا حياتي. وقابلتك انت لقيتك بتغير كل حياتي. وما زلنا معكم مشاهدينا بطلنا النهارده في ليلة فن المبدع الشاعر الغنائي مرسي جميل عزيز، اللي أطلقوا عليه أنه صاحب ال1000 أغنية، بس أعتقد أن العدد أكتر من كده بكتير، وعنده كم وتراث أكثر من رائع للأغنية المصرية العربية بكل أنواعها. هو على فكرة أطلق عليه أيضا صانع النجوم، هو بالفعل صانع النجوم. يعني نقدر نقول مثلا صباح، فايزة أحمد، نجاة، محرم فؤاد وغيرهم. ما كانش فيه مطرب بيغني لمرسي جميل عزيز أغنية إلا بعد هذه الأغنية ينطلق انطلاق
الصاروخ في عالم النجومية. الكلام ده صح ولا لا يا ست اللواء؟ لا طبعا ده معروف والناس كلها عارفانه، ده ايوه. في تاريخ الاغنيه. مم. يعني زي ما قلت كده ان هو كان المطرب الجديد صانع لما نجوم بيقدر فعلا. ياخد اغنيه منه كان يقول لك يعني عبد الحليم آه. والموجي الله يرحمه الاثنين وهم رايحين يقابلوه آه. في حديث هو مسجله بصوته، قال كان يا بخته اللي يرضى عنه مرسي جميل يا عزيز. عيني. هو كان سابقهم في مجال الشهرة، بس الفرق السن كان قليل يعني. اللي يرضى عنه مرسي جميل عزيز ويديله يتعاون كلام معاه. يلحنه او يغنيه. مم. فكان معروف الحكايه دي. فاذا احمد اشتهرت اول ما غنت له انا قلبي ليك ميال، وهو اللي جابها من سوريا. يعني هو اللي سمعها وهو اللي طلب من محمد حسن الشجاعي انه يجيبها، قال له لو جبناها تكتب لها، قال له اه اكتب لها، وكتب لها. دي نجحتها واكدها لها بيم قمر على الباب. صباح قبل فايزه. مال الهوى يما دي عملت نجاح غير عادي. كانت لسه صغيره وقالت هي نفسها في حديث، قالت انا كانت بتغني قبلها بس دي اللي نجحتها. قالت لولا مال الهوى المحطات يما، المهمة في لا مش مشوارها المحطة، الفني. قالت لولا دي كأول أغنية مصرية شعبية كنت قعدت مطربة درجة ثالثة ياه. لمدة كبيرة. خدي عندك نجاح سلام، يا عيني فين قلبي، نجاة، عشان اسمراني محبة، محرم فؤاد، محرم فؤاد، رمش عينه، وحلو دار شباك، عبد عبد العزيز العزيز محمود في الأول. كل آه. أغانيه الشهير. عبد الحليم بقى قصته من أولها لآخرها. يعني هو بالنسبة لعبد الحليم صاحبه هو من مشواره هو الفني من البدايات هو العندليب صاحب الأسمر أكبر رصيد في أغانيه بالنسبة للشعراء. لعبد الحليم حافظ. لعبد الحليم. وكمان كان ليه دور مهم جدا ان هو يظهر اول ظهور سينمائي ليه عبد الحليم حافظ في فيلم ايامنا الحلوه. كان مرسي جميل عزيز ليه دور برضه، عايزين نعرف دور القصه مهم دي. جدا جدا. عايزين نعرف اولا هو القصة دي. كتب له يعني تقريبا يمكن حوالي نص اغانيه في الافلام، نص اغانيه في الافلام هو اللي كاتبها، عشان برضه قدراته في الدراما الاغنيه السينمائيه الصور عنده كتيره التعبيريه جدا. والدراميه الغنائيه. فهو عبد الحليم هو تبناه فعلا. يعني هو كابن بلده، ولما جه وكان هو قبل كده يعرف اخوه اسماعيل شبانه، اما هم وكان الاثنين كتب مواليد الشرقيه، محافظه نفس الشرقيه. البلديات. وكان كتب هو قبل كده لاسماعيل شبانه اللي هو اخوه الكبير. الكبير. فكان لما جه عبد الحليم تبناه، هو اقتنع بيه. من ضمن الادوار تبناه على مستويات كتيره جدا، شخصيه وغيره يعني. ان هو كان له علاقه قويه جدا بمخرج مهم جدا في حياتنا، المخرج حلمي حليم. طبعا. حلمي حليم كان هو مخرج ومنتج فيلم ايامنا الحلو. وحلمي حليم كان له يعني طابع او اتجاه معين في افلام الميلودراميه، الفكر اللي شويه يمين ناحيه اليسار، كلام من زي توفيق صالح، زي يوسف شاهين. فكانت ايامنا الحلوه فيلم ميلودرامي معمول عن الفقر والمرض. أيوة. وبينتهي في الاخر بموت البطله. هو احتفظ بالنهايه. مرسي جميل اللي اقنعه ان هو يحول الفيلم غنائي، وعمل لعبد الحليم دور فيه. وهو عبد الحليم دخل بلاتوه السينما لاول مره في حياته معاه، واتعمل له كاميرا تيست، وكان في ديفو معين. هو الوالد قايل الكلام ده في حديث له، عالجوه. وكتب له اهم حاجه بقى، كتب له اللون الجديد لاغانيه اللي هو اشتهر بيها عبد الحليم بعد كده، اللي هي الاغاني القصيره سيرات اللقاء في فيلم واحد يمنا حلو، الدراميه كمان اللي بتتناسب مع لا الاحداث هنا بقى البعد الدرامي يبان بعد الفن. كده. انما هنا كانت البدايه بتاعت اللون الاغاني السريعه اللي هي الحلوه حياتي وروحي، هي دي هي يا قلبي خبي ليه تشغل بالك، اغاني قصيره ده لونه في الاول. بعد كده بقى لوله، كتب له قصائد وكتب له موشحات والاستعراضات زي ابي فوق بتاع ده قاضي الفلاج مثلا. قاضي الفلاج. الاغاني ضحك ولعب وجد وحب دي الوان. ايوه. انما العاطفيات بقى قولي بقى زي ما انت عايزه بقى، بتلويني ليه بامر الحب، يا خليل قلب، اغاني ممكن تقولي اساميهم في نص ساعه. فدور مع عبد الحليم كبير قوي. كان معروف برضو عن مرسي جميل عزيز ان هو عنده القدره ان هو يختار المغني والملحن. يعني مثلا هو تعاون مع كبار الملحنين في عصره، منهم طبعا الموجي، منير مراد، بليغ حمدي، فريد الأطرش، رياض السنباطي. دول طبعا كانوا رموز طبعا وعمالقة الألحان في عصرهم. كانت علاقته بيهم ايه وبيتعامل معاهم ازاي؟ وممكن يكون هو كان أصغر سنا من ناس كتير فيهم. شوفي هنا
دوره بالنسبه للاغنيه دور مهم قوي، ان آه. هو عارف الاغنيه دي عمل مركب وعمل لازم مش مجرد فقط الكلام، لا كمان اللحن ولازم طبعاً. الاداء. والصوت. وبالتالي هنا هو دارس القصه الحكايه كويس قوي قوي. هتلاقي اغانيه لفريد غير اغانيه لعبد الحليم، اغانيه لفايزه غير اغانيه لصباح، غير لشاديه، غير لنجاة. عارف الالحان بقى نفس القصه. يعني هو برضو كان بيعرف يختار مين يلحن دي مين يلحن دي. في قصص كتيره جدا فيها. ده كله جاي ليه بقى؟ اولا الموسيقيه العاليه جدا في اغانيه، لدرجه أيوة. ان اديب كبير زي يحيى خيري شلبي عمل كتاب عنه سماه ايه؟ موسيقار الكلمات. الموسيقيه عاليه جدا نتيجه ايه؟ ان هو اصلا دارس مزيكا وكان بيعزف على العود وله صور وهو بيعزف على الكمان وهو صغير، فدارس مزيكا وكلهم عارفين الحكايه دي عنه. بتبقى اغانيه يعني الموج الله يرحمه يقول لك كان بيديني الاغاني شبه ملحنه، يعني انا يا دوبك بمسك الريشه كده يعني بحبرها يا عيني. وحاكي كتير قوي. يعني قال لك على اغاني معينه قلت له يعني اغانيه مغناه طبيعي فكان اللي بيديه وملحنه طبيعي. اللي كان بيديه للموج غير اللي بيديه الكمان الطويل غير اللي بيديه البليغ وهكذا. وكان يعني الله يرحمه برضه حلمي بكر يقول لك عمره ما ادى حد فينا اغنيه على بعضها. كان بيجربنا في كوبليه وبيقول خدني مره معاه على الكورنيش في اسكندريه، هو اللي سايق في عربيته وقال لي دندن كده معايا يا حلمي. كان بيسمعني مطلع لولا الملامه اللي غنتها ورده. طبعا ورده وبس الجزائريه. ما ادانيش الباقي، لقيتها طلعت بلحن عبد الوهاب. فقال كلنا كنا عارفين عنه الحكايه دي بس ما بنزعلش منه. يعني كان بيجربنا ممكن ما يديناش يديها لحد تاني مننا. يعني قصدي كان له دور في تلحين الاغاني. كويس. ان هو عارف اختيار دي لحنها فلان اللي ودي يوصل لحنها فلان. الهدف المنشود ومن من هنا بتلاقي اغانيه كلماته. مشهوره جدا غير بكلماتها بموسيقاها ايضا. اغانيه ناجحه ده جدا. حقيقي. ده حقيقي. موسيقاها مميزه الى جانب الكلمات. طب تعالوا نتذكر كده مع حضرتك ومع المشاهدين لقاء وكنز من كنوز ماسبيرو، ولقاء خاص جدا مع المبدع مرسي جميل عزيز، ونشوف قال ايه. الأستاذ مرسي جميل عزيز. طبعا التكريم اللي شفناه بعد حوار المبدع مرسي جميل عزيز كان تكريم رئيس الجمهورية في ذلك الوقت رئيس جمال عبد الناصر، وحصوله على وسام الجمهورية للآداب والفنون سنة 1965. وطبعا بنرحب مرة تانية بسيادة اللواء مجدي مرسي جميل عزيز، وبنتذكر هذا التاريخ المشرف. حضرتك عايز تقول حاجة؟ هنا العيد ده كان العيد الأول، العيد العلمي اللي هو تم فيه عمل الوسام بتاع الفنون والآداب. وكان كان عيد العلم الأول. كان هو عيد العلم ده، وكان هم وده الاحتفال الأول. وكان الوالد بيكرم طبعا، كان فيه اللي هم يعني رموز مصر كلها في الفترة ده. الفترة دي كان فيه عميد الادب العربي طه حسين وام كلثوم وعبد الوهاب الرموز والقمم كلها. فهو دخل اتكرم معاهم في الفتره دي. وطبعا لان كان في الفتره دي كان هو فعلا حقق شهرته جميل. يعني هو طبعا كفنان وكمبدع زي ما قلنا تعاون مع كثير من المطربين النجوم في هذا الوقت والمبتدئين كمان وكبار الملحنين اللي اتكلمنا عنهم منذ قليل. لكن الجميل أيضا إن هو الشاعر العربي الوحيد المعاصر اللي تعاونت وتعاملت معاه الفنانة اللبنانية الجميلة فيروز. عايزة أتكلم عن التعاون الفني بين مرسي جميل عزيز وفيروز، وإزاي أصلا اتعرفوا على بعض. ده قصة مرتبطة بإذاعة صوت العرب.
في نشأتها كان الأخوين رحباني وفيروز لسه بادئين في لبنان، وما كانوش لسه اشتهروا باللون بتاعهم اللي احنا عرفناه ده. الرحبانية. رحبانية. فالمهم صوت العرب عزمتهم على زيارة مصر. كويس. من هناك طلبوا ان هم لما يجوا مصر يقابلوا مرسي جميل عزيز. كانوا متابعينه وعارفين تجربته والاهتمامه بالتراث المصري، وكانوا عايزين يقابلوه. فعلا هو قابلهم، احتفى بيهم بطريقته بالكرم الشرقاوي، بقوا اصدقاء. نتج عن اللقاء ده قصيدة سوف أحيا. سوف أحيا قصيدة مهمة جدا في تاريخ الغناء العربي. ليه؟ طبعا هنكمل كلام عليها الأول. نقول إن دي أولا هي الوحيدة لهم اللي سجلت في استديوهات الإذاعة المصرية، واللي هم غنوها لشاعر مصري معاصر لهم. في ديوان موجود، هتلاقيه موجود لو دخلت عليه، ديوان لأغاني، نصوص أغاني فيروز. مكتوب في مقدمته القائمين على الديوان ده قال لك إن هم اجتمعوا وقرروا إن أهم نص غنائي هي غنته هي قصيدة سوف أحيا للشاعر المصري مرسي جميل عزيز. عشان كده احنا حطيناه في صدارة الديوان، وحطيناه مرة أخرى في الداخل ضمن أهم 20 نص هي غنته. فأدي حاجة. أنا بقى شفت، كنت أنا صغير الفترة دي، إنما شفت إيه بقى؟ شفت إن هم جم، وكانت ساعتها الحرب الأهلية في لبنان في أواخرها. جم زاروا مصر وعملوا حفلة مهمة جدا شهيرة جدا على مسرح حديقة الأندلس. وكان التلفزيون ناقلها على الهوا، وكان بيخرجها لأول مرة المخرج السينمائي حسين كمال مخصوص. وكنت أنا جنب الوالد في منتصف الصف الأولاني. أول ما وصلوا اتصلوا بيه، عزموه، حضرنا. شفت بقى إزاي هم لما قابلوه بيتعاملوا معاه ازاي. لكنهم كانوا مع بعض قبلها بيوم. يوميها ما سابوهوش، دنوا معاه لحد الصبح. في الفاصل في الحفله دي كان هو الوحيد اللي هو على الهوا بيتكلم عن فيروز، لكن علاقته بيهم قويه جدا. جميل. وطبعا يعني انا عايزه اتكلم برضو عن مرسي جميل عزيز، ان هو كتب اغاني للعديد من المطربين العرب على وجه التحديد. مثلا وعلى المثال يعني نصري شمس الدين قدم له قصيدة مهمة جدا اسمها أشبيلية، وكانت من تلحين حليم الرومي، طبعا والد النجمة ماجدة الرومي. الفنانة نجاح سلام، أغنية يا عيني في قلبي، لوردا كاش، ميادة الحناوي، أصالة، محمد مرعي، وهو ده طبعا مطرب سوري يمكن معروف بأغنية لا يا حلو لا لا ملكش حق. الأغنية مشهورة جدا، لكن ممكن نكون بيغيب عن ذهننا اسم هذا المطرب السوري. أنا عايزة أتكلم أيضا أن مرسي جميل عزيز كان له العديد من الهوايات والمواهب، إلى جانب أنه هو كان فنان مبدع في كتابة الأغنية. هو أيضا كان عازف ماهر على العود والكمان. حضرتك عارفين أن مرسي جميل عزيز كتب القصيدة. كتابة القصيدة صعب جدا، وغنائها صعب جدا، وتلحينها أيضا صعب جدا. ايه اللي بيميز قصائد مرسي جميل عزيز عن قصائد اي شاعر غنائي اخر؟ قبل ما اقول لك على حكايه القصائد والشعر، اتكلم على هواياته ايضا. هو كان مجموعه هوايات على فكره، مجموعه فنون في بعض، فنون وسخرها كلها خدمه الاغنيه. هو اولا من ضمن الحاجات ان هو كان مصور فوتوغرافي بارع رائع، مش مجرد كده واحد هاوي يعني. دي نتكلم فيها بالتفصيل ليه. لدرجه ان هو اتعمل له معرض لصوره، صوره هو لسه شاب صغير في لندن مش في مصر. بيته كان اولا طبعا كان عنده كل كتب ومجلات الخاصه بفن التصوير العالميه، واستمرت تجيله حتى بعد رحيله. كان البيت فيه اوضه، غرفه خاصه. البيت بتاعنا كان كبير قوي قوي. غرفه خاصه بالتحميض، هو اللي بيحمض الصور وهو اللي يكبر، وكان بيصورنا كلنا واحنا صغيرين. وصور للوالده اكيد عندكم البومات رائعه بقى وذكريات رائعه من تصويره. وكان عامل في البيت حاجه زي استوديو، في كشافات زي الكشافات الموجوده هنا. وكان بيصورنا باضاءات معينه، والوالده عامل لها صور جميله رائعه، ولا
صور نجوم هوليود في يا ريت أيامها. حضرتك كنت جبت في لنا حاجات جزء بتطلع من وفي حاجات ما الصور بتطلعش، دي. في حاجات بتطلع لا وحاجات اللي بتطلع. ممكن مسموح المهم بيه يعني يعني. فدي كانت هوايه. دي بقى اثرها ايه؟ اثرها في اغنيته. اغانيه كلها صور، الصور الشعريه، الصور الجماليه مليئه كل اغانيه، عشان كده اطلقوا عليه من ضمن القابه رسام الكلمات. لو جينا نتكلم على حكايه القصائد والاغاني وكده، هنا دي نقطه مهمه جدا. هو كاتب اغانيه كلها بالشعر، والشعر عنده هو بالذات ده لغه. يعني هو مش كاتب مجرد بيكتب اغاني كلام حلو يتغنى وخلاص. يعني لا، كل اغانيه كلها تشكيلاتها كلها بالشعر. الشعر اللي هو مكوناته اللي احنا عارفينها، الصور والاخيله والجرس الموسيقي وي المكونات دي كلها. أيوة. والابعاد الدراميه هو حاططها هنا، سواء كان كاتبها بالفصحى او بالعاميه. تمام. فمن هنا في طبعا له قصات كتيره جدا مشهوره مكتوبه، اعمال كتيره. وانما عايزين نقوله ايه؟ نقول ان اغانيه كلها ايضا مكتوبه بنفس مواصفات الشعر. هتلاقيها كلها الشعر فيها عالي جدا. صور مش درامية كلام دارج. ومفردات سهلة تدخل القلب، تصل إلى المستمع. طبعا هو دراسته للدراما والادب العربي. أكيد. تاني حاجه اجابته الانجليزيه والفرنسيه دول رائع. مكنوه ان هو يدرس الحاجات دي كلها. كانت كل اغنيه عنده مختلفه عن الثانيه. طب حضرتك بقى كل سنة وانت طيب، واحنا مقبلين على عيد الحب، وهو كان فارس الأغنية الرومانسية والعاطفية. نستمع كده رومانسي عاطفي بمناسبة عيد الحب للمبدع مرسي جميل عزيز. يلا بينا. الحلو حياتي وروحي واقول له ايه؟ ان قلت بحبه الحب شوية عليه. الحلو حياتي وروحي واقول له ايه؟ ان قلت بحبه الحب شوية عليه. ده حياتي وروحي واقول له ايه؟ سبقني يا قلبي سبقني عالجنة الحلوة سبقني. سبقني يا قلبي سبقني عالجنة الحلوة سبقني. اسبقني وقول لحبيبي انا جاي على طول يا حبيبي. اسبقني وقول لحبيبي انا جاي على طول يا حبيبي. الحقني اوامي الحقني، الحقني اوامي الحقني عالجنة الحلوة اسبقني. تشغل بالك ليه على بكرة وتبكي عليه ليه تشغل بالك ليه على بكرة وتبكي عليه ليه؟ مين عارف هيكون ايه؟ مين عارف؟ هي دي هي فرحة الدنيا. دق يا قلبي غني علي. هي دي هي فرحة الدنيا. دق يا قلبي غني علي. دق يا قلبي غني علي. ابتسامتها ويا رقتها وردة بتفتح يا حلاوتها. ابتسامتها ويا رقتها وردة بتفتح يا حلاوتها. وانت يا قلبي ياللي حبيتها دي نظرتها لسه في عينيا لسه في عينيا. طبعا لو اتكلمنا كمان عن الأغنية الوطنية في تاريخ مرسي جميل عزيز، وان هو كان من أوائل الفنانين أثناء حرب الاستنزاف اللي سافر للجبهة لدعم جيشنا المصري العظيم. كمان طبعا حصل على تكريمات كثيرة جدا. يعني محافظة الشرقية مسقط رأس وأطلقت اسمه على أحد الشوارع، وأيضا محافظة كفر الشيخ، وفي أكتر من محافظة الحقيقة أطلقت اسمه على شوارع فيها. نتكلم عن الأغنية الوطنية بقى، وأكيد كل شاعر غنائي سيادة اللواء وحضرتك رجل يعني أمن بقى وابن من أبناء مصر، بيبقى ليه هدف معين
في الأغنية الوطنية. كان إيه اهتمام مرسي جميل عزيز الأول حين يكتب أغنية وطنية؟ طيب هنتكلم الاول على الشوارع اللي انت قلتيها حضرتك تمام. دي. في شارع رئيسي في مسقط الرأس والزقازيق، في شارع تاني مجاور لبيته على هو بيته في اسكندريه بيطل على البحر، الشارع العمودي اللي على كويس. الكورنيش على طول ده اسمه. في شارع اخر في التجمع، في شارع اخر في العبور، وممكن زي ما انت اضفتي يستحق حقيقة، شوارع هو كتيرة يستحق كنا بنتكلم النقطه الثانيه ايه؟ الأغنية الوطنية كان الأغنية بيهتم الوطنية طبعا بإيه؟ هو عنده الأغنية الوطنية أشكالها مختلفة. في الأغنية الوطنية اللي هو واكب بيها أحداثنا كلها، أحداث الثورة من أولها ثورة يوليا بكل المراحل كلها، تأميم القناة، السد العالي، الحاجات دي كلها. هنا بنفتكر هنا طبعا الكلام ده كله لحد حرب أكتوبر. أيوة يا فندم، هنوصل لها حرب أكتوبر. انما هنا سريعا بس عشان احنا يعني وقتنا بنلعب في الوقت الضايع زي ما الوقت الضايع. طيب لا بنتكلم هنا مثلا ان هو كانت الوحده مع سوريا كانت مميزه. الثلاث سنين بتوعها بان هو اغنيه هو بيكتبها، كان بيلحنها فريد الأطرش وبتغنيها صباح، كانوا اغاني بيكتبها بطريقته هو الدراميه الشعبيه اللي هي الناس بترددها هنا وهناك. اول سنه كانت من مشكله شويه الحميديه، انا عارف السكه الوحديه. السنه اللي بعدها كانت حما مشمش، اغاني كتير. اكتوبر بقى هنا انا كنت الفترة دي كلها كنت على الجبهة من 67 ل 73. أيوة. ما فوتش زيارة للجبهة، ما كانش بيزور الجبهة عشان ابنه هناك. لا كان بيروح عشان أي مكان عشان الجيش. كان بيكتب قصائد مخصوص غير الأغاني اللي بيكتبها عشان يلقيها في الضباط والجنود لهم هم، مش عشان بعد كده تتغنى، عشان يحسوا ان هو اللي كاتبها له بطريقته التأثيرية الجميلة. كتب عن أكتوبر بعد كده الفجر لاح على البر الثاني وغيرها. يعني الحديث لا ينتهي ابدا عن مبدع وعملاق كمرسي جميل عزيز، لكن استمتعنا النهارده باعماله واستمتعنا بمشواره الفني وعرفنا معلومات وحقائق يمكن كتير مننا ما يعرفهاش، واستمتعنا اكتر طبعا بصحبه ضيفنا على الهواء سياده اللواء مجدي مرسي جميل عزيز، نجل هذا الفنان المبدع. نورتنا يا فندم الله حقيقة. يخليك، أنا اللي سعيد اللي كنت موجود معاك. وأنا سعيدة بوجودك جدا، واستمتعنا بهذا الحوار الشيق، وربنا يديك الصحة وطولة العمر ويكون لنا لقاءات أخرى بإذن الله تعالى. أشكرك جدا، شكرا جزيلا. مشاهدينا ما زال مرسي جميل عزيز هذا العملاق صحيح رحل عن دنيانا، لكن ما زلنا نردد أغانيه وكلماته الجميلة التي تدخل إلى القلب والوجدان. رحم الله الفنان المبدع مرسي جميل عزيز. بشكركم جدا على حسن متابعتكم، وفي النهاية بأرسل لحضراتكم تحيات أسرة البرنامج، أسرة الإخراج أيمن حسين وغادة، وأسرة التحرير سيسيل فوزي. بشكر كل زملائي في استوديو 7 على الهواء، ولكم مني دائما أرق تحياتي عبير محمود. إلى اللقاء الأسبوع القادم في ليلة فن.